التمثال المسحور هو واحد من أغرب وأشهر الكنوز اللي بتتواجد في المتحف المصري. تمثال مش بس بيجذب الزوار بعظمته وجماله، لكن كمان بسبب الحكايات والأساطير اللي دايرين حواليه. التمثال ده كان مركز لاهتمام كبير، مش بسبب قيمته الأثرية بس، لكن كمان بسبب ظاهرة غريبة حصلت قدام عيون الزوار وأثارت فضول العلماء. التمثال ده بيتقال إنه بيتحرك لوحده وكأنه بيحمل سر من أسرار الماضي الفرعوني، من أول ما اكتشف فيه مقبرة قديمة. والتمثال محاط بجو من الغموض ما بين اللي بيقول إنه بيتحرك فعلا بفعل قوة غامضة، واللي بيحاول يفسر الظاهرة علميا. التمثال ده بيفكرنا إن الحضارة المصرية مش مجرد آثار وأحجار، لكن كمان فيها جانب مليان أسرار ومفاجآت لسه لحد النهاردة بتخلي العقل يندهش ويسأل أسئلة من غير إجابة. اخواتي وحبايبي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اخوكم ابو بطة. النهاردة هنتكلم عن التمثال المسحور. والتمثال ده اتنحت من الحجر البازلتي الاسود، من اشهر القطع الفنية بالمتحف المصري. اكتسب هذا التمثال شهرته من الشائعات التي انتشرت حوله، واللي بتقول انه تمثال مسحور. التمثال المسحور تمثال ديك-دحور. يعود تمثال الكاهن ديك-دحور الى عصر البطالمة من 323 إلى 317 قبل الميلاد. هو كاهن مصري قديم يجلس في وضعية القرفساء، اسمه ديك-دحور أي المنقذ. كان يستخدم لأغراض علاجية وخاصة للعلاج من لدغات الحيات والعقارب والزواحف السامة. الابتسامة الهادية اللي انت شايفها على وجه التمثال تعطي الطمأنينة والسكينة، وهي مشاعر إيجابية ينقلها التمثال بقوة إلى المريض ليساعده على الشفاء. الكاهن بيجلس ويضع أمامه لوحة فيها حورس الطفل، وهو يطأ بقدميه على تمساحين يتجه كل منهما عكس الآخر. التمساح بيرمز للخطر الكامن الذي لا يراه الإنسان، فهو يقبح تحت سطح الماء ويتربص بضحيته، حتى إذ توهمت الضحية أن الماء آمن انقض التمساح عليها من تحت الماء فجأة وبدون مقدمات. يطأ حورس التمساحين بقدمه كرمز للتغلب على الأسباب الكامنة للأمراض مهما كانت خفية. حورس الطفل يقف في المنتصف عاريا متزنا تماما، بالرغم من أنه يقف فوق التمساحين، ويحمل في إحدى يديه غزالا والأخرى أسد، رمز الوداعة ورمز الشراسة، كدلالة ورمزية للسيطرة على شرور التماسيح. هذا الاتزان هو السر الذي يكمن في الشفاء. فوق حورس رأس بس، وهو رمز حماية الأطفال، وهي حماية الطفل حورس أثناء أداء مهمته. كان التعامل مع طاقة التمثال وما يحمله من رموز يتم باستخدام الماء، حيث يقوم الكاهن بصب الماء فوق التمثال وتركه ينساب، وهو يتجمع فيما يشبه الحوض الصغير الذي يقع تحت أقدام الطفل حورس. يترك الماء ليتفاعل مع الرموز الموجودة بالتمثال، حيث يتم شحن الماء بطاقة هذه الرموز القوية، وبعدها يعطى الماء للمريض ليشرب منه أو يغتسل به، حيث تقوم الطاقة الموجودة بالماء بإحداث التوازن داخل جسم المريض وتساعده على الشفاء. وصف تفصيلي للتمثال المسحور ديك-دحور. التمثال ده اتنحت من حجر البازلت الأسود، وهو حجر صلب ومتين كان يستخدم في العديد من التماثيل المصرية القديمة. حجم التمثال وطوله وارتفاعه يبلغ طوله 78 سم، وطول لوحة حورس 43 سم، وعرضه 35 سم، ويستند على قاعدة ارتفاعها 38 سم وطولها 93 سم وعرضها 56 سم، تغطيه بالكامل أدعية وتعاويذ مكتوب باللغة الهيروغليفية القديمة. اكتشف التمثال ده عام 1909 بمدينة تل إتريب الأثرية بمحافظة الأيوب. التمثال متوسط الحجم، مما يجعله مناسبا للعرض في المتحف وللتفاعل مع الزوار. التمثال يصور الكاهن ديك-دحور جالسا في وضعية القرفساء، وهي وضعية تقليدية تظهر الاحترام والتواضع. ملامح الوجه منحوتة بدقة مع تعبير هادي، وملامح واضحة تظهر الحكمة والوقار. الكاهن يرتدي رداء طويل يغطي معظم جسده، مع تفاصيل دقيقة تظهر الطيات والنقوش على الرداء. الأيدي موضوعة على الركبتين، ولا يحمل أي عصا أو أدوات أخرى، مما يركز الانتباه على النصوص السحرية المنقوشة على التمثال. النصوص السحرية منقوشة على معظم أجزاء التمثال، بما في ذلك القاعدة والجوانب. النصوص مكتوبة بالهيروغليفية
وهي اللغة المقدسة في مصر القديمة. تحتوي النصوص على تعاويذ وأدعية للحماية من لدغات الحيات والعقارب والزواحف السامة. النصوص دي كانت تستخدم في الطقوس الدينية والسحرية لعلاج الأمراض. يعتقد أن التمثال كان يستخدم في العصور القديمة لعلاج الناس من لدغات الحيات والعقارب. الناس كانوا يأتون للتمثال ويقرؤون النصوص السحرية المنقوشة عليه، وكانوا يعتقدون أن هذا سيشفيهم ويحميهم من الأخطار. التمثال كان يعتبر وسيلة للتواصل مع العالم الآخر. التمثال بيوضح جانب من جوانب الحياة الدينية والسحرية في مصر القديمة. حاليا التمثال معروض في المتحف المصري بالتحرير، ويجذب عدد كبير من الزوار بسبب غموضه وسحره. الناس بيحبوا يشوفوا التمثال ويعرفوا قصته. التمثال ده مش بس قطعة أثرية، لكنه كمان بيوضح جانب من جوانب الحياة الروحية والدينية في مصر القديمة. النصوص السحرية والتعاويذ بتوضح ازاي المصريين القدماء كانوا بيحاولوا يحموا نفسهم من الأخطار ويعالجوا الأمراض باستخدام السحر والدين. التمثال بيوضح كمان ازاي المصريين كانوا بيؤمنوا بتداخل العالمين، العالم المادي والعالم الروحي. في نهاية فيديو النهاردة أتمنى لو لسه أول مرة شوفنا ياريت ما تنساش تتابعنا وتفعل زر الجرس عشان